من أمام باب السر، الباب اللي دخلت منه راس سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. الشيخ أيمن، هو ده باب السر؟ نعم، هو ده باب السر. هو في مصادر تاريخية بتذكر أن الرأس الشريف لما جيء بها إلى هنا، وكانت قبل مجيئها إلى هذا المكان في مسجد الصالح طلائع. تمام. الراس موجودة في مسجد الصالح طلائع، مكثت عاما هناك. جيء بها إلى هنا فدخلوا بها سرا من هذا المكان. أمر عظيم، أمر جلل، يعني أن تحمل رأس سبط سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان أمر ليس هينا، يعني أمر عظيم. تمام. هي الراس فين بالظبط هنا موجودة في المسجد؟ في أي حتة؟ داخل المقام. داخل المقام. نعم. يعني هنا في ممر بنمشي فيه من هنا بيوصلنا. ده كان اصلا قصر للمقام. كان قصر قبل ان توضع الراس هنا، يعني فده كان ممر قصر. كان باب. فسمي باب السر لانهم دخلوا بها سرا من غير الى حيث المقام. لحد ما دخلوها للمقام وبعد كده اتقفل. تمام. اتقفل الباب ده لما بتفوح منه رائحة عطرة جدا، رائحة طيبة، يعني كرائحة المسك. ولذلك الناس بتحب تجلس هنا، بيجدوا هنا في سكينة وفي راحة وفي أنس. يعني في ناس متعودة تقعد تجلس في هذا المكان اللي يقرأ القرآن، اللي يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقول مثلا أوراد أو أذكار. سبب مكوث هنا بيشعر بالراحة والسكينة والطمأنينة. ده أمر مجرب. يعني أمر أنا شخصيا عشته كتير في المكان ده. يعني تخش المكان هنا عموما، المكان كمسجد وكالمكان هنا والمقام فيه أحاسيس مختلفة عن الخارج. الله. طيب أنا عايز أقول لكم يا جماعة على حاجة مهمة جدا. الناس اللي بتيجي المكان هنا هم مش ناس بيبحثوا عن الدنيا، دول ناس بتبحث عن السكينة اللي مفقودة عندنا كلنا، والتقرب إلى الله تعالى. وإحنا كمصريين نفتخر إن إحنا بنحب آل بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حب الحسين وسيلة السعداء، وضياؤه قد عم في الأرجاء.